عشان تبرز وعشان تكون إنسان فعلا فتاك في مجاله لازم تكون مهووس بالشيء اللي أنت تسويه. وعشان كذا قال لك كن مهووسا أو كن عاديا. يعني يا تكون مهووس مثل مايكل جوردن وكريستيانو رونالدو وميسي، أو تكون عادي مثل كل الناس العاديين في الحياة. طبعا أبغى أوصل لك فكرة، الناس اللي لعبت مع جوردن كانوا مهووسين، الناس اللي لعبت مع ليونيل ميسي كانوا مهووسين، الناس اللي لعبت حول كريستيانو رونالدو كانوا مهووسين، الناس اللي اكتشفوا مع أينشتاين سجلوا كثير من النظريات، سووا كثير من التجارب، سجل اسمهم في التاريخ، كانوا مهووسين. قد تكون مهووس بس ما تكون مايكل جوردن، ممكن تكون مهووس بس ليبرون جيمس، ممكن تكون مهووس بكوبي براينت، ممكن تكون مهووس بس شاكيل أونيل. يعني أنت لما تكون مهووس راح تكون شخص، مو بالضرورة تكون الأفضل، بس بتكون شخص يسطر في التاريخ على أنه كان علامة فارقة في مجاله. ترى حتى لو كان في بيئة عمل، بس في عملك في الدوام لو تكون مهووس صدقني بتتسجل في السجلات التاريخية لهذا الدوام. أنا في مرة من المرات كانت عندي مهمة إني أجيب أو أحصل على شهادة آيزو للإدارة اللي أنا فيها، آيزو 27001 حقت الانفورميشن سيكيورتي، أمان المعلومات. فلما جابوا لي الآيزو أو الشهادات القديمة اللي حصلت عليها الشركة، كنت أقرأ أسماء لأشخاص كانوا في ذيك اللحظة رؤساء أقسام ومدراء عامين، جنرال مانجرز، في مستويات عالية، في مناصب جدا عالية. وقتها كانوا موظفين في نفس مستواي، وجابوا شهادات آيزو، وكان اسمهم مسجل في التاريخ لأنهم جابوا الشهادات هذه في سنوات قديمة. يعني كان لهم 7 سنوات 10 سنوات على ما جابوا الشهادة هذه، كان اسمهم مسجل. وكنت أقرأه وأبتسم، شوف وين كانوا وشوف وش سووا في وقتها، وسطروا اسمهم في التاريخ، واليوم هم وين موجودين؟ جنرال مانجر، دايركتر، بعضهم نائب رئيس شركة بس في شركة ثانية غير اللي احنا فيها. تخيل يا صديقي العسل، كان واضح من البداية أنهم كانوا مختلفين عن بقية الموظفين، كانوا مهووسين بالعمل والإنجاز والابتكار أكثر من غيرهم. عشان كذا اليوم هم أشخاص مختلفين عننا، وهم في مناصب جدا جدا عالية. يعني أنا أعرف ناس كانوا معاهم موظفين كرسي بكرسي جالسين جنب بعض، بعد مرور 10 سنوات نفس الأشخاص اللي كانوا موجودين جنبهم في نفس الكرسي جلسوا معي، موظفين زيهم زيي ولا تغير حالهم أبدا، وزملائهم المهووسين في مناصب جدا جدا عالية، جنرال مانجر، دايركتور، نائب رئيس شركة وغيره. عشان كذا يقول لك جرانت كاردون، إذا عندك شيء تبغى تحققه في الحياة أيا كان هذا الشيء لازم تكون مهووس فيه، obsessed about it. فممكن أنك تكون مهووس بالشيء اللي أنت تسويه. وعلى فكرة أيا كان هذا الشيء، رسم، قراءة، كتابة، تأليف، تصوير، مقاطع تيك توك، مقاطع انستغرام، بلاي ستيشن، رياضة، جيم، سباحة، أي شيء لازم تكون مهووس فيه. وعشان تكون مهووس، لأن في ناس يقولون كيف أكون مهووس؟ عرفت أنه أول سر من أسرار الهوس هو أني أعطي تركيزي الكامل للشيء اللي أنا أبغى أوصل له وأحققه. الكلمة هذه خطيرة جدا. يقول تركيزي لازم يكون 100%، مش 99، 100% منصب على الهدف اللي أنا أبغى أحققه فقط. فتعلمت إني ما شتت نفسي. هذه يا صديقي العسل أول خصلة، ركز على الشيء اللي أنت تبغى تحققه. مايكل جوردن كان مركز على كيف يلعب كرة سلة بأفضل طريقة ممكنة، مو بس يلعب كرة سلة، لا، بأفضل طريقة ممكنة. واسمعني، تراها مهارات، أنا قد قلتها لك قبل، هي مهارات. لعب كرة السلة مهارة. في ناس يولدون موهوبين، بس اللي ينتصرون المهاريين. من الأخير، طالع ميسي وطالع زين الدين زيدان، الفروقات من حيث الموهبة فارقة جدا، وكلهم أساطير من أساطير كرة القدم الخمسة في التاريخ. يعني يمكن زيدان يكون 5 أفضل أسطورة في كرة القدم في التاريخ. وين مارادونا؟ وين الفروقات الهائلة؟ نعم، بس هذا أسطورة في التاريخ، لأنها مهارة تصقل مع الممارسة وكثرة الممارسة والتمرين والتطور. فأول شغلة ركز. وش الشيء اللي أنت تبغى تركز عليه؟ أرجوك يا صديقي العسل، الشيء اللي أنت تبغى تحققه في حياتك حتى لو كان بسيط، مو شرط يكون عظيم، يعني حتى لو كان بسيط وتحس أن الطريق له شوي صعب، وهو لازم يكون صعب أصلاً، ركز عليه، بس ركز عليه، اترك كل المشتتات، ركز عليه. وصدقني جرانت كاردون أعطاني درس والله. ذكرت نفسي أول ما بديت قناتي كنت معطي كل تركيزي لمدة 2 سنين كاملة على القناة فقط. عشان كذا كنت أنتج أكثر
وباستمراريه اكثر، واسمع، وبابداع اكثر. لاني فعلا كنت من اصحى لين انام، اخلص عملي، اخلص دوامي اكيد يعني، لكن في كل وقت يكون لي انا كنت مركز على القناه فقط، كيف اطلع فيديو جميل جدا واخليه تحفه فنيه في اليوتيوب. كان هذا تركيزي. اليوم كمية المشتتات الله وكيلك لا أحكي لك، وما هي مشتتات شينة، هي مشتتات زينة، مشاريع ثانية أشتغل عليها في نفس الوقت. لكن فعلا تركيزي على قناتي خف، صار عندي أشياء كثيرة إدارية غير القناة. فقلت على الأقل يا ناصر رجع تركيزك لمدة يومين، خله منصب بالكامل على الحلقة. يعني من أصحى لين أنام ما أفكر إلا كيف أنتج حلقة. والله أني بطبقها بإذن الله من بكرة، أني بصور حلقة بكرة بإذن الله. فبحاول لمدة 48 ساعة أركز فقط على كيف أنتج حلقة فقط. ما راح اطلع، ما راح اروح، ما راح اجي، ما راح اشتغل على اي شيء ثاني، ما راح اسوي اي شيء ثاني. كل تركيزي بيكون منصب على كيف اصور حلقه حلوه. اول ما اصورها برجع اسوي الاشياء الثانيه زي ما انا ابغى. هذه النقطه الاولى. ركز وخل تركيزك all in مثل ما يقول هو 100% منصب، 100%، لا تنقص نسبه واحده. النقطه الثانيه يقول المهووس يبقى مشغول دائما وابدا. يقول شفتوا اللي خلاني اكون مدمن ومع الشلليه؟ اني كنت فاضي. يقول حرفيا اللي خلاني ادمن سلوكيات سيئه. وترى الادمان مو شرط يكون مخدرات، الادمان ممكن يكون سوشيال ميديا، الادمان ممكن يكون بلاي ستيشن تضيع وقت، مش في مباريات دوليه او في صناعه محتوى، لا تضيع وقت يعني لعب. ممكن يكون ادمان طلعات وروحات وجيات. ويقول اللي يصاحب هذا الادمان هو خساره في الوقت، خساره في الجهد. ركز معي، الله والله مؤلمه، يا الله والله تاثرت. خساره في الجهد، اقسم بالله من اصدق الاشياء اللي قالها. انت في سن العشرينات في اعلى مستويات الطاقه، هذا السن اللي فيه اعلى مستويات الطاقه والقدره على الانجاز والعطاء. الثلاثينات فيها طاقة رهيبة، والأربعينات كذلك رهيبة، بس العشرينات غير، العشرينات هي الذروة. ففعلا أن تكون مدمن على طلعات وروحات وجيات وسوشيال ميديا وبلاي ستيشن وأشياء يعني ما فيها مصلحة لك 100% يعني غير المتعة، فوالله أنه هدر للطاقة. يا الله والله هدر للطاقة عظيم من جد. الطاقة اللي ممكن أنت تفيدك، فعلا اللي ممكن أنت تفيدك، اللي ممكن تغير حياتك بالكامل. المستقبلية مشكلتنا احنا ما نفكر في المستقبل بس، احنا رهينين هذه اللحظة، كيف أنبسط الآن فقط. بس عادي أعاني الثلاثينات وأعاني الأربعينات وأعاني الخمسينات وأنا عندي عيال وعندي التزامات وعندي كل شيء، أعاني طول عمري عادي، بس أهم شيء أركز على لحظتي الحالية الآن. افصل يعني. انا بالنسبه لي 5 ايام عطاء، وهنا انا اختلف مع جراند كاردون طبعا، كان يقول اشتغل حتى في الويكندات. انا بالنسبه لي من الغلط اللي كنت اسويه قبل اني كنت اشتغل في الويكندات، لا خلي يومين، فعلا يومين افصل فيها كل شيء في الحياه، مختص بالعمل، انبسط واسعى في الارض فله. لكن في وسط ايام الاسبوع 100% ركز، 100%، ما في طلعات، ما في روحات، ما في جيات، ما في لعب، 100% تركيز على حياتك 100%. ويومين او 3 ايام اللي انت يناسبك خلها فصله. فيقول عموما وقت الفراغ اللي يكون عندك فيه هدر للوقت، وهذا اثمن شيء. يقول انا خسرته وضيعته في سنيني الاولى لما كنت مدمن. يقول لان سال المذيع قال له وش اللي ندمت عليه من هذه التجربه؟ قال الوقت بس. يقول انا لما استوعبت عمري 25 سنه، يقول عرفت ان فاتني كثير، 5 سنوات من العشرينات راحت. بس شوف ركز، شوف وين وصل اليوم. في 10 سنوات بس من يوم ما كان عمره 25 صار مليونير، واليوم هو ملياردير فوق ال 40 سنه، ملياردير في 15 سنه. نرجع بعيدا عن الاستطراد. وقت الفراغ هدر للوقت، هدر للطاقه، وهدر للمال. يقول وهنا ركز، قال فيها هدر للمال كثير. لما تكون فاضي وما عندك شيء تسويه ستهدر وقت وجهد ومال. يقول انا لما تحولت الى مهووس وركزت وصار جدولي فل. هذه النقطه الثانيه. لما صرت اعمل 24 ساعه على 24 ساعه، يقول ما ضيعت وقت ولا ضيعت جهد ولا ضيعت مال، بل بالعكس كنت ازيد اموالي. والله يا شباب الكلمه عميقه، اقسم بالله عميقه. هذه الجمله اللي قالها بس عباره عن حلقات في اليوتيوب ورب الكعبه، كتب حتى، ركز فيها بس ركز فيها شوي، ركز. فعموما يقول stay busy all the time، خليك مشغول دائما وابدا. هذه من علامات الهوس الثانيه. قال كذا اقتباسه رهيبه نختم فيها هذه النقطه. قال if you wanna meet the devil take 3 days off he'll find you. إذا تبغى تقابل الشيطان اجلس 3 أيام من دون عمل. يقول هو بيجيك وبيلقاك وبيخليك تقع في كل الملهيات وغالبا تكون ضارة لك. وفي أكثر من علامة برضو من علامات الهوس تكلم عنها في كتابه، طبعا كتابه دسم جدا، فهو كتاب جدا جميل. ولكن على أساس ما أطول عليك خليني أعطيك النقطة الثالثة. قال لازم يكون عندك إصرار على النجاح، وهذه أعظم نقطة عشان كذا خليتها في الأخير. مايكل جوردن كان عنده إصرار على النجاح. روح تابع الوثائقي، برضو هذه من النصائح اللي أعطيك إياها. ولا تتابع الوثائقي للمتعة فقط، لا تأمل، ادخل في التفاصيل. كيف هذا الإنسان تربى على العرش؟ وش سوى؟ كيف كان يفكر؟ لأن كل شيء يبدأ من هنا. يا شباب كان يزعل زعل مش طبيعي لأنه خسر مباراة حتى لو كانت في تمرين. تخيل تمرين نفس الفريق، يزعل إذا خسر. يقول أنا عندي عشق للمنافسة، إني أكون أفضل، وعشق للفوز، أبغى أفوز. يقول مو شرط اسمي يدخل التاريخ، والله العظيم أنا قالها. وفعلا ترى كان يقولها من مقابلات قديمة، مش مقابلة الوثائق الجديدة، لا كان يقولها في مقابلات قديمة له.
كان يقول انا ما يهمني اسمي يدخل التاريخ بس اهم شيء نفوز، عادي بس اهم شيء نفوز، انا يهمني بطوله NBA الكاس حق الدوري اكثر من اني اخذ افضل لاعب في السنه، وكان ياخذ افضل لاعب في السنه كل سنه. يا اخي مرعب، والله مرعب، والله انه مرعب. فيقول لازم يكون عندك اصرار قوي على انك تنجح. شوف في اقتباس ما ندري احنا من اللي قاله ولكنه جميل جدا. الاقتباس يقول you don't fail until you quit. يقول شوف ما في شيء اسمه فشل، أنت لا تفشل أبدا إلا إذا استسلمت. كلمة عميقة 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 جدا. معناته الكلام هذا أنه لما يكون عندك هدف مثلا أنك تطلع براند وتخلي هذا البراند أفضل براند في العالم العربي، يقول قد تفتح البراند في البداية وتخسر بعد أول سنة، هذا لا يعني فشل. ركز معي، هذا لا يعني فشل. يقول فترجع بعد السنة الأولى وأنت تعلمت أسباب الخسارة. ركز على هذه مهمة جدا، تعلمت أسباب الخسارة، لازم تتعلم إيش اللي خلاك تخسر أصلا. فيقول تدخل السنة الجاية أو بعد سنة عادي، المرة الجاية عموما، وأنت عندك معرفة بالأخطاء السابقة وعندك خطة جديدة لنفس المشروع عشان تخليه ينجح. واسمع، يقولوا حتفشل المرة الثانية وتتعلم وترجع للمرة الثالثة، حتفشل المرة الثالثة وتزيد من معرفتك وخبرتك وتعرف كل الأسباب اللي خلتك تفشل المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. يقولوا ترجع للخامسة والسادسة والسابعة وهكذا. يقول يكون هدفك هو أنك لازم تنجح مهما كلف الأمر، وكل مرة ترجع بخطة جديدة وتخطيط جديد، وممكن المنتج تغيره أو تطوره أو تحسنه، بس أهم شيء تنجح وتظل على هذا الحال. يقولوا تتطور مع الوقت لين تنجح. الاقتباس هذا يا صديقي العسل علمني فعلا أنه ما في شيء اسمه فشل حرفيا. الفشل هو أنك إما تكرر نفس الأخطاء طول حياتك وتقول ليش ما نجحت، أو حرفيا أنك تستسلم. أنا بطلع مثلا براند جاكيتات فقط، ببيع جاكيتات، فشلت المرة الأولى، غير في شكل الجاكيت، إذا ما بعت أنت عندك مشكلة. يقول من الأشياء اللي لازم تتعلمها برضه تتعلم كيف تبيع. يقول لازم تتعلم كيف تبيع، من دون ما تعرف في المبيعات أي شيء ما راح تنجح. يقول طبعا ما يتكلم عن بزنس، يقول المبيعات ممكن تبيع أي شيء، تبيع دورات، تبيع مقاطع يوتيوب، تبيع كتب، تبيع محتوى على السوشيال ميديا، هذا يقول يعتبر بيع، انك تقنع الناس تتابعك هذا بيع، تخيل. فيقول لازم تتعلم كيف تبيع، وعلامة ان الناس ما اشترت منك هذا المنتج هذه يعطيك ايحاء واشارات انه انت عندك مشكلة لازم تصلحها، اما في المبيعات او في شكل البراند، في الديزاين او في السعر او في الطريقة اللي وصلت فيها للناس، او ممكن عندك مشكلة في التسويق، او عندك مشكلة في المبيعات، ممكن ما تعرف كيف تبيع، كل شيء تمام بس ما تعرف كيف تبيع. فهمت شلون؟ فيقول كل مرة تروح وتتعلم وتخسر وترجع تتعلم وتخسر وتتعلم وتخسر وتحاول وتخسر وتحاول لين تنجح. يقول هذه هي العقلية، ما في شيء اسمه فشل. يقول ممكن تعيش طول عمرك على هذا الشيء، طول عمرك، تخيل طول عمرك، إلا تحاول تنجح هذا البراند. يعني بدل مثلا ما تقول هالمرة جاكيت يلا بضيف مع الجاكيت تيشيرت يمكن يشترونه، والله ممكن بغير ألوانه ممكن يشترونه، والله بغير الفئة المستهدفة بدل ما هو ذكور بخليه إناث ممكن يشترونه. أنت تغير 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 وتحسن وتطور لين توصل. تخيل أن يقول المفترض أنك تعيش على هذه العملية لنهاية حياتك لين تحقق هذا الهدف، وممكن تموت ما حققته، بس ركز معي راح تكون شيء عظيم في النهاية وانت ما تدري. يقول وانت ما تدري راح تكون شيء عظيم صدقني. وفعلا اقرأ كل قصص النجاح حقت الشركات، تابع كل الأفلام الوثائقية لهم، تابع كل الأفلام اللي موجودة تتكلم عنهم، بتلاحظ نفس الشيء مشترك، كانوا يحاولون ويحاولون ويغيرون ويحاولون ويغيرون ويحاولون لين ينجحون. You don't fail until you quit. أنت ما تفشل إلا إذا استسلمت. إذا استسلمت هذا معناته فشل المشروع أو فشل الشيء اللي أنت تبغى تسويه. حاول يا صديقي العسل كن مهووسا أو كن عاديا. يا تكون مهووس وتكون شيء مختلف في مجالك على الأقل، مو شرط في التاريخ بس في مجالك تكون بارز، في المحيط اللي حولك تكون مختلف، أو بتكون عادي زيك زي غيرك. وفي ناس تحب العادي ومتصالحة مع العادي، متصالح جدا إنه يكون عادي، ما عنده أي مشكلة يداوم 10 سنوات في نفس الوظيفة نفس الراتب عادي. في ناس متقبلة هذا الشيء، فإذا أنت منهم أوكي. مع أنه هو وجه رسالة لهذول الأشخاص، قال الحقيقة أن عندهم رغبات عميقة ومدفونة أنهم يبغون يكونون شيء مختلف في المستقبل، لكنهم دائما يحبطون هذا الوحش اللي جواهم، يقتلون هذا الشيء. ليه؟ لأن هذا الشيء يحتاج تعب، جهد، يحتاج تكون تشتغل أكثر من أنك تستمتع، عشان كذا بلاها صداع الرأس. فعموما في ناس بتقبل أنهم يكونون أفريج أو عاديين، وفي ناس لا، عندهم أهداف في الحياة يبغون يحققونها. قال على الأقل بس هدفك لما تبغى تحققه لازم تكون مهووس ولازم تسوي هذه الأشياء. وقال كلمة خطيرة نختم بها هذا الفيديو، لما تحقق هدفك بعد ما تكون مهووس ابدأ هدف بعده على طول. اصحى تجلس من دون عمل، فأنت بكذا بتقابل الشيطان. أتمنى أن الجرعة هذه يا صديقي العسل خلتك مهووس بالكتب وتحب تسمع لها وتقراها، وإن شاء الله أنك بتساهم في انتشار هذا المحتوى يا صديقي العسل عند ناس ثانيين. شارك الحلقة مع من تحب وجيب لنا ناس مهووسين أكثر على أساس يستفيدون من هذه الكتب. نسأل الله أن ينفعنا بها، يخلينا ناخذ منها اللي ينفعنا ونترك اللي يضرنا. واللايك منك يا صديقي العسل ينفعنا وما يضرك. ولا تنسى تشترك في القناة وتفعل الجرس وتنتظر الحلقة القادمة بكتاب جدا جميل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن يا مهووس.